وهذه القصيدة يأتي في هذا البيت العجيب جدا، يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا بيت مشهور عند علماء العربية وعند علماء البلاغة، يمثلون له بشيء عند البلاغيين يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. هو يقول: ولا عيب فيهم، هؤلاء القوم ليس فيهم عيب إلا عيبا واحدا، وليس فيهم ولا عيب فيهم غير سيستثني، يعني ما فيهم عيب إلا عيبا واحدا. ما هو هذا العيب؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا هو العيب، سيوفهم فيها كسور، هذا العيب. وهل هذا عيب؟ ما هذا؟ هو يمدحهم بالشجاعة ولا لا؟ فهو يزيد في محو العيب عنهم ويؤكد المدح بشيء يشبه الذم. فهمتم الكلام؟ ستقول لي: طيب فليمدح مباشرة، لماذا يظهر الذم وهذا الذم يؤكد؟ هذا التعقيد في الكلام، كلام معقد. تأكيد المدح بما يشبه الذم، مدح السلام. ما فهمتوا؟ راه العربية هذه خص الإنسان يرتقي بها، ماشي كل شيء عاد مبسط. اللي بغى داك الشيء يمشي يقرا